يا صباح النور، يا صباح الفل على كل من يشاهد فيديو. ان شاء الله نلقاكم بخير وصحة، ان شاء الله تكونوا تقضيوا في ايامات رمضان بكل نشاط، بكل حيوية، بكل ايجابية، بكل تقرب لله. معاد العشرة الأوائل سيد باش ندخلوا إن شاء الله في العشرة الثانيين من رمضان، من شهر رمضان، شهر التقوى، شهر المغفرة. إن شاء الله ربي يجبر لنا بخواطرنا، إن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. عدنا في فيديو جديد وروتين جديد وتحفيز جديد ودبارات جديدة وأفكار جديدة وحديثة جديد إن شاء الله. هكا انتم طيبوا من غادي وانا طيب من هنا، وهنا نحكيو مع بعضنا وهنا نفكروا مع بعضنا. شكرا لكم الناس كلها، شكرا كل من دخل قناتي وخلى هكا البصمة الجميلة متاعو، ان شاء الله تلقاه في ميزان حسناتكم يا احلى اخوات. دخلنا لكوجينا بكل حماس وبكل نشاط وبكل سلاح، الأسلحة كلنا حاطينهم بعضنا. توا باش نبديو هكا في الأطباق السريعة، أطباق تدخلي ساعة ما تفوتيش ساعة في الكوجينة. توا سي العشرة الأولانيين صنفنا عملنا كل شيء، توا باش ندخلوا في السرعة البرق. خذينا لهنا عندي باجيت بيتا باش ناخذ سلطة بلانكيتا. من قبل ما نبداو السلطة حبيت نقول لكل مرأة وهي حية بخير، اليوم العالمي لعيد المرأة، المرأة القوية، المرأة الشجاعة، المرأة المعطاءة، المرأة الجميلة، المرأة الحساسة. نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. ربي يحقق لكم اعمالكم واحلامكم، وان شاء الله ربي يهديكم صغاركم، ان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم خير هاي الدنيا ان شاء الله. احنا مشنا طالبين من ربي كان الستر وكان المغفرة، هذيك هو شنو باش نهزو معنا. هذيك علاش حبيت جاتني الهدية هذه نقول لكم ليا وليكم ولكل مرأة تفرج فيا ان شاء الله يا ربي بالورد وبالهناء. تدخلي للدار كل ما تفرجي فيا نقول لك انت اقوى مرأة. دونك توا باش نبداو احنا فترة ولا شعار المرأة القوية اللي ما يغلبها حتى شيء وما تقف قدام حتى شيء، وإن شاء الله نشوفوا نجسدوه على الواقع يا ربي. نرجع لفطورنا لهنا. قلت لكم خذيت سلطة بلانكيت باش نقصها دي ترونش متاع خبز، وبعدكش باش نعملها بسلطة مشوية بيان سور. هذه الطبق تونسي. باش حطيت 3 قرون فلفل حار وقرن فلفل حلو وقاعدين طماطم، خاطر احنا الفلفل الحار لهنا ما يسميش حار، ماهوش حار معناها هكاك وبرا هكا نكثروا منه. وباش الخبز هذايا باش معناها نحط عليه شويه زيت زيتونه ونحطو يتسخن على خالتكم فاطمه اللي ديما متبعتنا وديما تابعتنا وديما الحقيقه قايمه بواجبها معانا. توا سلطه مشويه ريتوني انا البنات كيفاش غسلتها وبعد نشفتها من الماء وتحطها في القلايه الهوائيه ولا قطره زيت، تجي كاينها سلطه مشويه نتاع كانون. وبعديكش نحطينا طرنش نتاع الخبز وحطينا عليهم شويه زيت نفوحوهم بزيت زيتونه يجي بنين على الاخر ويجيو كروكون ويجيو زاده حتى في اللون نتاعهم مزيانين ودوري. دونك هذا طبق المصاحب اللي في بلاصه البريك، يزينا من البريك انا نعملوا ترتيحه نهير ولا اثنين وبعد نرجعوا له. عندك البريك كي قبل بين في رمضان تقولش الناس تخاف لا يفقدوه يرجعوا يطيبوا برشا بريك، شكون يعمل فيها الحاجه هذه البنات؟ حنا نعملوا فيها. ولهنا باش نرجع كسايس باش نرصفهم في الصحن في صحن التقديم ما غير ما تقلقي روحك وتعملي برشا صحن وبرشا ماعن وحطيتهم غاديك ابار. ولهنا جيت باش نبدا بال الطبق الحلو اللي باش يكون زادا سريع وبسرعة البرق. ومن حاجات اللي عندكم شوية بسكوي، أي بسكوي تاخذوه، أما يا حبذا يكون البسكوي هذا اللي ما فيش سكر، وأكثر بسكوي ما فيش سكر الحقيقة وبنة ويتماشى مع الأطباق الحلول كلها هو كبسكوي سيدة هذيك متاعنا متاع تونس. لهنا فيه برشا أنواع وبرشا أسماء، أما هو ما فيش فيه سكر ما مش بدرجة إنك تحس ديك الحاجة حلوة. باش نرحيوه بالهشوار متاعنا وباش نحطوه لهنا نكونوا اخذينا شويه زبده معناها على الاقل 20 غرام زبده، تبدا بسنس الزبده وباش نذوبوك الزبده هذيك وباش نشدوا معناها نبسوها بالبسكوي، نبسوه بالزبده هكا لتيل فاصون وقت اللي تشد بيدك البسكوي تشد لك معناها يتلم. لهنا خذيت ورق زبده حطيته في وسط الصحن خاطر نحب نعمل كميه صغيره، ديما نلعب على كميات صغيره. وبالرغم ما عندي راهو معناها الفورمه اللي تعمل تشيز كيك، هذيك الفورمه اللي تتحل
أما بالحقيقة كبيرة، دونك إن شاء الله تو نشري فورمة صغيرة، الحاجات الكلها الكمية هي اللي تفرق البنات راهو والله العظيم، الكمية كي تبدا شوية تتكلا وتجي بنينة كيما قلت لكم، ومن بليس ما تفضلش متغدوة انتي ترسكلها، وتوا حنا نعرفوا لولادنا ما عادش يحبوا ياكلوا هالرسكلة هذو. الصلصة زادا باش نعملوها في التشيز كيك، باش نعملو صلصة سريعة يا ربي معناها الطبقة الثانية مش الصلصة، الطبقة الثانية سريعة سهلة وماهيش جيلاتين، ما غير جيلاتين، خاطر اغلبية تشيز كيك يبدا جيلاتين وكسيتيرا كسيتيرا، دونك احنا باش نعملو حاجتين باش يكونوا صحيين وما غير جيلاتين، باش ناخذوا لهنا الماسكربون. شنو اللي يعوض الماسكربون؟ يعوضوا اي جبن حلو، ظن فريدو في تونس، اي جبن نستعملو هذاك نتاع الخبز، المهم ما يكونش مالح، معناها حتى كان فيه ملوحيه مش الملوحيه المجهده، يكون جبن ناتر، وحطينا عليه الياغورت الطبيعي، الياغورت الجريكو، الياغورت اليوناني، سامحوني، الياغورت اليوناني ما فيش ماء وتنجموا تستعملوه وحده ما غير جبن. في بلاصه تقولوا لي الياغورت اليوناني شنو نجم نستعمل، نقول لكم تنجموا تستعملوا مغرفتين كريم فريش، تخلطوهم مع اي جبن عندكم، وتكون عندكم الطبقه الثانيه. حطينا طبقه الاولى نتاع جبن نتاع البسكوي في الفريجيدير اللي تيباس ما غير فور ما غير حتى شيء، والطبقه الثانيه زاد خلطناها وحطيناها في الفريجيدير باش تتماسك. تعدينا قلنا الطبق اللي في بلاصه البريك ولا المصاحب ولا كيما نسميه، لهنا باش نجيو نعملوا سلطه مشويه بيدك، سلطه مشويه قلت لكم راهي مش حاره برشا الفلفل. ولهنا باش نعطيكم استيس الماء نتاع الطماطم انا نحيه خاطر فيها برشا ماء الطماطم هذه، معناها تعملها بالسكينه هكا، تقبها بالسكينه وتفرغ منها الماء، وجبتك المهيريس هذاك نتاع تونس، وعملي اجواء نتاع التقطيق ونتاع التبطيب نتاع تونس هذيك باش تنحك الستريس الكل وتحسي روحك كأنك في تونس، تبدي تبطبي بالمهريس عالجيرين باش يحسوا اللي هما عنا رمضان واللي احنا عايشين في الطريقة التونسية. والحقيقة من أبن السلايط هي اللي تتهرس بالمهريس، لا شوار لا ماكينات لا حتى شيء، تجي سيور تجي بنا على الاخر. هذه توصية المهرس متاعنا ان شاء الله، زاده من الحاجات اللي تساعد فينا هاوكا، ماهيش آلة وكورون ودنيا، ما هو ما نستغنيوش عليه في الكوجينة ويقعد ديما مساندنا ومساعدنا. جينا لهنا باش نعملوا الخليط اللي باش نغطسوا فيه سلطة بلانكيت، اللي هو مغرفة هريسة دوبة شوية ماء معناها صافية، وباش نعملوا زيت الزيتونة، هذه اللي باش نغطسوا فيها معناها الخبز متاعنا، سلايز متاع الخبز متاعنا. وبعديكش باش نحطوا الطبقة اللي بعدها باش نحطوا سلطة مشوية، كيما تنجموا راهو سلطة مشوية معناها ماهيش حاجة إجبارية، تنجموا تعملوا أي سلطة بلانكيت بأي حاجة أخرى، فما برشا أنواع متاع الخبز البردو هذا. شنو يعملوا بيه الخبز هذا البيت اللي نجموا فما تحطوه في الحليب والعظم وتنعملوه كيك سوا معناها حار ولا حلو، فما اللي يبشمطوه كي من هكا ويعملوا له الصلصه نتاع طماطم، مثلين يعملوها صلصه نتاع طماطم بزيت الزيتونه والثوم يحطوها فوق منهم، وفما زاده اللي يعملوا له الزبده اللي يفوحوها بالثوم، معناها بالثوم القصبي. هاني قلت لكم الافكار الكل. حطيت السلطه مشويه وانا لهنا غطست قدمه الخبز، وبعد حطيت السلطه مشويه فوق منها، وبعد جبت بيضه قسيتها كي طريف طريف طريف، وبعد حطيت كعبه زيتون، وبعد حطيت شويه معدنوس هكا، تحبي انت تزيدي تضيفي لها شويه جبن ضيفي، اما هكاك تولي ياسر الحقيقه. واحد يلزم ديما عينو ميزان ومش كيك سوا على الزينه، حتى شنو ياكل وشنو معناها راهو رمضان بمعنى انه حاجه زادة تساعدنا للصحة متاعنا باش نقيو الأجسام متاعنا، مكا الأضرار اللي كنا ناكلو فيها والزيوت وكذا وكذا مش زادة تجينا فرصة وما نستغلوهاش لازمنا نحسنوا الاستغلال زادة باش نقيو أجسادنا في رمضان من برشا شوائب كنا ناكلو فيها. سلطة بلانكيت حضرت حطيتها غاديكا، وهانيك الوردة كل مرة هيك هدية ليكم إن شاء الله يا ربي يا ربي، إن شاء الله ديما 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 في العلالي النساء الكل في العلالي في العلالي، ما يقف قدامك حتى شيء، ديما إلى الأمام إلى الأمام، كل واحد تفرج فيه يقول لها إلى الأمام ما تقفيه قدام حتى شيء. توا سايي قبلت الطبقة الثانية شفتوها متاع بعد ما معناها يباس
الطبقة الأولى متاع التشيز كيك، جبت الطبقة الثانية وحطيتها وقلت لكم راوي نحطها ورق الزبدة لهنا هذيا ما تنسوهاش باش بعد تجبديها هكا تجبد لي معاك تتنحى من الصحن. جبت البلاك بيري لهنا هذيا ولدي يموت على الغلال هذوما الزوزة كهو والبنان فقط. ولدي الكبير دونك هو اللي اقترح التشيز كيك الحقيقة اليوم. دونك عملتهم له، لا عندي بنان زاد يا ربي فريز حطيته هكا، الميلونج هذا يجي بنين بنين على الاخر. اون بليس البنات الغلال هذوما الزوز هما اكثر غلال ما فيهمش سكر واكثر من غلال مسموح بهم في اي حالة صحية، هما الغلال هذوما الزوز، على عكس المتعارف عليه الفريز من الغلال الصحي، احنا نقولوا فريز فيه حلو، هو العكس. دونك جبت كعبة ورقة سامحوني الورقة من الجنينة متاعي متاع العطرشية وزينت بها لهنا. ونحب لهنا نشكركم الكل ونشكر من كل من كي نوري حاجة تفكر أمها ولا تفكر نشكر بالذات معناه بالذات صديقتي وأختي مروة اللي ديما ما شاء الله أعوام وأعوام وهي مساندتني وهي معايا. ذكرت أمها في كيرات العطرشية، إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يجي الربيع ونعملوا قاعدة تهبل وهكا نحاولوا حتى البنات خاصة المتغربات والبعيدات على أمهم هكا نعملوا أجواء حتى تشابه لأمهاتنا شوي هكا باش معناها نبعدوا من الوحش شوي. المهم إن شاء الله ربي يقويكم الكل أينما كنتوا إن شاء الله يا ربي. هكا نحطوا نباتات نحطوا برشا حاجات. توا لهنا جيت للطبق الرئيسي لهنا راجل جيب الجمبريتي هذيكم وهما قعدت نقشر فيهم تبدا كبير وبعد ما قشرتيه ما عاد شيء ولي دو بلاش جويد. قلت لكم مش حاجه راهو الحوت لهنا خاصه معناها في ميلانو تعرفوا ما فماش بحر وما فماش. وخذيت نسيت الحوت اللي خرس اسمه تو نتفكر في وسط الفيديو. لانيلي هذوك هو تو نذكرهم بعد بالعربي سامحوني. ولهنا خذيت لهنا بصلة الثوم القصبي ذيك اللي زرعته زاد انا ثوم عادي وكعبة طماطم وقرن فلفل حار وباش نشوحوهم مع بعضهم في الزيت لهنا. معني بخنسيب نستعملوا زيت زيتونة امان لقيته اكسترا فيرجيني معني قوي شوية. دونك قلت لي تو تجي قوية معناها ويبدا الحوت ما يحبش خاصة الزيت ما يتمشيش مع الزيت القوي يتماشى مع الزبدة يعني تنجموا الحوت تجمروا في الزبدة خاصة الجمبريتي ولا الكروفيت ولا الأمل الآخر معناها الزيتونة يبدأ قوي ما يجيش خاطر طعمته هو الحوت قوي وهذاك قوي معناها فما ديكالاج بيناتهم. جيت لهنا كعبة الطماطم باش نقصوها لهنا تنجموا تستعملوا طماطم سوريز مي طماطم سوريز فيها شوية حلاوة راهو هذا زاد لازم تنتبهوا لها شوية معناها ما تجيش مع الطبق اللي بالحوت. وهوكا نتوما كاين فما طماطم سوريز تستعمل خاصة في سلطة نتاع سلطة تاع مقرونة ولا حاجة معناها يبدا فيها طن يبدا فيها حاجة ماهيش قوية. صايي هذه هي الصوص اللي باش نعملوها باش نفوحوها بدو بلاش فلفل مهروش هذاك الحار شويه كركم وشويه الملح وشويه فلفل ابيض ولا اكحل. ولهنا الملح الكركم علاش البنات باش يعمل لنا كولور هذاك الاصفر من المقرونه كيما تنجموا تحطوا الكركم في الصوص معناها في مقرونه وحنا نصمتوا فيها تجي بنينه وتجي كولورها مزيان. دونك الطبق الرئيسي حضر في ساعة من زمان حضرنا كل شيء. اليوم بدينا البنات نقصوا من توا من اللي قلنا وقفة 4 سوايع باش تولي ساعة وما شاء الله من الاخر باش نعودوا درج جبت لهنا الشوربة متاع نهارين توا قيلة باش نولوا الشوربة متاع 3 أيام البنات وبعد 5 أيام من 15 يوم الاخرانيين ما عادش الشوربة هكا القاعدة باش تكون توا نسي الكل اخر شوربة باش تجيب اليوم قولوا لي انا واحدة من الناس اخر شوربة باش نطيبها هي اليوم سايي توا لحد تشد 2 و3 و4 وكاو ولله الحمد بشوية قوة كما قلت لكم عملنا فطورنا. شنو المنيو اليوم؟ سلطة بلانكيت هذه الحوت اللي قلت لكم اللانيلي والجمبريتي شوحتهم في الجمبريتي عملتهم في الزبدة والاخرين قليتهم وهذه هي كان فطورنا. وهذيك المقرونة اللي عملناها
بالجمبريتي وبالأنيلي هاذوكم المقصوصين جويد جويد وبالصوص اللي عملناهم مع بعضنا وهكاكا كانوا فطورنا وهذه كانت سهريتنا بالتشيز كيك وبالبسكوي اللي عملناهم مع بعضنا وبالورد هذا اللي نهديه لكم في الاخر ونقول لكم انتي احسن امرأة تتفرج فيه، انتي اقوى امرأة، ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله ربي يعطيكم خير هالدنيا ويبعد عليكم شر. شكرا 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 على هالايامات من رمضان، للناس اللي تعرفني للناس اللي ما تعرفنيش اللي مرمضنين مع بعضنا حتى عن بعد. ان شاء الله يا ربي ندخل لدياركم كين بالفرحة والهنا وبالفكرة زادة، وان شاء الله يا ربي انتم تكون دياركم عامرة والله الرزاق المعطى. قال لي توا كان باش نصبك كويس التي هذيك اللي في الاخر احنا ما نشربوش الحقيقتين باش نكون صادقة، معناه كان معكم البنات نعملوا تيزانة خاطر الاولاد يشربوا منه وبالوريدات الصفرات هذوما. نحييكم ونعاود نحييكم ونعاود نقول لكم ان شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. صبي كويس الترنجية شادي الترنجية، احنا الترنجية بالحق راهي من احسن النباتات اللي في تونس، انا باش نشري برشا ترنجية السنة وهذا هي البسكوي متاعنا باش ناخذ كعيبة بسكوي وهكا كانت سهرتنا بسلامة. الى